من بعد ما درنا داك الفيديو على الدعم المباشر للاسر الفقيره، وقدرنا اننا نبسطوا كاع المعلومات اللي جات في الخطاب الملكي على لسان محمد السادس نصره الله، والحمد لله الفيديو لقى الاعجاب ديالكم وتفاعلتوا معاه بالكومونتيرات واللايكات. ودابا خرج هذه السيمانه عزيز اخ النوش ولقى واحد الخطاب حتى هو في البرلمان، وشرح شحال غادي يستافد كل وليد، وشحال غادي تستافد كل اسره، وشحال غيستافدوا الاسر اللي عندهم وليدات معاقين والارامل، النساء الارامل اللي عندهم وليدات. وفي هذه الحلقه ان شاء الله غادي نناقشوا هذا الموضوع هذا باش نقدروا اننا نبسطوا لكم المعلومات ونوصلوها لكم بطريقه مبسطه ان شاء الله. الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة اللي عندها الأبناء كيتعلق الأمر بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة، وذلك وفق الشروط التالية: منذ ولادته وإلى غاية 5 سنوات يمنح كل طفل دعما قيمته الشهرية. نبداو ب 200 درهم في 30 ديسمبر 2023 وتستمر خلال 24، ونديروا 250 درهم في 2025 ليتم رفعه إلى 300 درهم شهريا للسنوات الأخرى ابتداء من سنة 2026 من عامين. وكما سمعتوا في التالي ديال 2023 جميع الأسر الفقيرة غادي تستافد، والنساء الأرامل غيستافدوا، واللي عندهم الوليدات معاقين حتى هما غادي يستافدوا. غير هو هذه الاستفاده غادي تكون تدريجيه. تنبداو في هذه السنه الاولى بالنسبه للمتمدرسين بواحد للطفل 200 درهم، في سنه 2025 غتكون 250 درهم، وفي سنه 2026 غتكون 300 درهم، على اساس مثلا اسره اللي عندها 3 ديال الاطفال انهم غادي يستافدوا بواحد 900 درهم. بالنسبه للاطفال يعني هذا العام غيديو اللي عندهم وليدات عاديين 4000، والعام الجاي 5000، وفي 2026 ورد الفوق 6000 ريال على الدري، واللي عندهم الوليدات معاقين ولا النساء الارامل غيديو هذا العام 6000 في التالي هذا العام، والعام الجاي 7000، وفي 2026 ورد الفوق غيديو 400 درهم لكل ولد عندهم. ولكن الحاجه اللي زوينه في هذا القانون اللي طرح الملك نصره الله، وهي ان الا كان عندك ولد ما غتديش 4000 او لا 6000 في 2026، غتدي 500 درهم، لان اقل نفقه كتعطى لشي اسره هي 500 درهم، ما غيعطيوكش قل منها. اجتماعي ان بوكليي سوسيال حيث يبلغ الحد الادنى للدعم لكل اسره كيفما كانت تركيبتها 500 ديال الدرهم، حتى هذاك الطفل اللي غادي نوصلوا ليه في 2026 واللي عنده 300 درهم والعائله ديالو يلاه عندها طفل واحد، لو مينيموم اللي خصهم ياخذوا هو 500 ديال الدرهم. اذا عملنا النمط ديال الحساب باش الا كانوا 2 ديال الاولاد ولا 3 ولا 4 شحال غادي يكون في المستقبل، ولكن من الان يعني البرنامج الملكي كيعطي 500 ديال الدرهم يعني كمينيموم لهاد الاسر. اخيرا اخوتي المغاربه الناس الفقراء غيوليو يتخلصوا على وليداتهم الحمد لله، اللي خدام واللي ما خدامش، اللي خدام صبار كوردوني جلايجي خدام في شي حاجه فهادي باش ما كان غيولي يتخلص على وليداته. الحمد لله على المغاربه اللي فرحانين بهاد الميساج اللي وصل لهم من عند سيدنا وفرحهم وفرح لهم وليداتهم، اللهم لك الحمد عليه. ثالث واخر اجراء هو منحه الولاده. يتعلق الامر بدعم جزافي يمنح لكل اسره بمناسبه الولادتين الاولى والثانيه، وتقدر هذه المنحه ب 2000 درهم عند الولاده الاولى و1000 درهم عند الولاده الثانيه. وهذا الشيء اللي عطاونا اخوتي ومازال الخير لقدام، والعام الجاي في 2024 غيعطيو ان شاء الله في الولده الاولى غيعطيو 40000 تبارك الله، وفي الولده الثانيه غيعطيو 20000 تبارك الله. اللي كانت عنده بطاقه الرميد وساريه المفعول غادي يدوز مباشره يستافد من الخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبدون اداء الاشتراك بالمجان. شفتوا معنا في هذا الفيديو هذا وعلى لسان جميع المسؤولين اللي تكلموا على هذا الورش هذا ديال الدعم المباشر للاسر الفقيره، واللي الحمد لله فرح جميع الاسر الفقيره، لان في هذا الوقت هذا كما كتعرفوا راه كاين شي ناس اللي كاري دار 700 درهم وكيصرف على وليداته، هو كيدخل واحد الدخل قليل في الشهر وكيعيش واحد الحياه
ربي وحده هو اللي عالم به. فلذلك هذا الشيء اللي وقع راه غيفاجئ على داك الناس، ولو غير يكري بها الدار، ولو كانت عنده شي دار صغيره يعاون في وليداته انهم يقراو ويعيشوا واحد الحياه كريمه. التنموي الجديد كانت من بين الاسئله وانه نريد المغاربه ان يعيشوا الرفاهيه. تنظن بانه هذا السؤال بدات تجاوب عليه الان، وفي افق 2035 اكيد بانه غادي تحسن الوضعيه ديال المغاربه اكثر واكثر واكثر. راه مزيان الاسر الفقيره ومزيان لذاك الدراري اللي غيقراو باش هذا الشيء يساعدهم باش يقراو، يشريو لهم والديهم ادوات مزيانين، يشريو لهم حوايج مزيانين، يحسوا براسهم عايشين بكرامه. هذا هو داك الشيء اللي كان باغي الملك محمد السادس نصره الله وحقه على ارض الواقع. وحنا المغاربه كاملين كنبغيو الملك ديالنا وفرحانين على هذا القانون وهذا القرار الجديد اللي صدر. بزاف بزاف الحمد لله. إذن الدعم الاجتماعي لن يقل عن 500 درهم شهريا لكل أسرة، يمكن أن يتجاوز في بعض الأحيان بشروط 1200 درهم من بين نقاط أخرى كشف عنها رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالأمس في جلسة مشتركة. الحمد لله. هاد الأعوام كما كتشوفوا قانون ما وراء قانون، كما وعدنا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكل عام غادي يخرج قانون، ومازال في 2025 يخرج قانون، و2026 قانون، و2027 قانون. باش تعرفوا مازال يخرج قانون ديال فقدان الشغل، لا يكون بطالي غيخرجوا له واحد الدعم، مازال يخرج قانون ديال الضمان الاجتماعي. هادو اللي عندهم المؤشر هابط راهم غيستافدوا من الضمان الاجتماعي بلا فلوس. داك الشيء صاحب الجلاله عفاهم داك الضرائب اللي غيخلصوا، داك الفلوس اللي يخلصوا على ديال الضمان كما كيخلصوها الناس اللي خدامين في الشركات اولا الناس اللي خدامين مع الدوله بصفه عامه. عفاهم الملك محمد السادس من داك الشيء، والحمد لله على هذا الشيء هذا. الحمد لله على هذه القوانين اللي ما عمرنا شفناها صراحه ولا عشناها، شفناها في الوقت ديال محمد السادس نصره الله. 9 ملايير درهم تهم احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024 فقط، وأخيرا تعبئة 12 مليار درهم تدريجيا في أفق سنة 2026 إلى ضعف الإنصاف الاجتماعي. واحد الحاجه اخرى، ما بقاوش ديما اللي طلع ورا ولا رئيس وزراء نغلطوا فيه ونقولوا له انت ما مزيانش، انت ما صالحش. اي واحد شدك المنصب كنقولوا له انت ما صالحش. وحنا كنشوفوا عزيز اخنوش رغم ان في الاول شحال د الناس اللي قالوا له انت ما صالحش، ها هو غيطبق في الوقت ديالو وعلى لسانه واحد المشروع اللي كيهم الطبقه الفقيره. هذا الشيء اللي بغيت نقول، خصنا نصحوا المفاهيم ونخليو، حيت الدوله كتستغرق وقت باش تطبق هذه المشاريع الضخمه اللي كتبلغ قيمتها بملايين درهم. خصنا ناخذوا حتى حنا واحد الوقت ونصبروا على الدوله ديالنا ونصبروا على الحكومه ديالنا. والحمد لله هاد الاوضاع راه كتبشر بالخير، والمغرب اللهم لك الحمد يولي كل شيء بخير وعلى خير. كما كتشوفوا هذا الخبر هذا على الجريده الالكترونيه هيسبريس، فالحكومه غادي تعطي واحد الدعم للاسر المعوزه خلال هذه السنه هذه ديال 2023. اذا هذوك الناس اللي محتاجين والناس اللي الفقراء ديال المغرب فغادي يجيهم واحد الدعم هذا من الدوله، هذا الشيء قبل النهايه ديال 2023. والله خاي سي محمد، هذا الميساج اللي حطيتيه لخوتي المغاربه اللي فرحتيني به. علاش عجبني هذا الميساج اللي عمرنا ما حلمناه وعمرنا ما حققنا الحلم ديالو تحققناه في 2023 من نهار اللي خلقينا. خاي محمد ما شفنا الدعم ما عدا في كورونا، ما نكذبوش على الله، فهمتيني. الحمد لله على البلاد. عمرك شديتي شي فلوس من الدوله؟ عمري في حياتي ما شديت. انا مريض مع عيني يا خاي محمد، خلوق وترابي وما نشوفش اخاي محمد. ما عمرك شديتي شي حاجه؟ عمري ما شديت شي حاجه في حياتي. لو كون جيتي في هذا الوقت مازال صغير قبل 21 سنه غتشد 400 درهم كل شهر. الحمد لله. واش شتي دابا الحكومه ديالنا والملك ديالنا راه ولا يحس بالفقراء. الحمد لله هو يحس بالفقراء من كيقول المثل فوقاش ما جا الخير ينفع كينفع. الحمد لله. يهم هذا الدعم الأطفال في سن التمدرس والأطفال في وضعية إعاقة والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال وفي سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.
وبفضل أثره المباشر على هذا الخير هذا اللي توصل بالمغاربه الحمد لله، وشكرا لكم وتحياتي لكم، وراني نبغيكم انا وخاي السي محمد. تبارك الله عليكم وتحياتنا لكم والله. وشكرا لاي واحد دار شي تعليق ولا شي لايك ولا بارطاجا هذا الفيديو، شكرا ليه بزاف. والله يكبر بكم اخوتي، ديروا لي ابوني، الله يسهل امركم ودعموني ودعموا خوكم العوينه، راكم عارفين ندير قليل وهذه هي المحتوى ديالي انا وهذا الشريف هذا، واي حاجه اللي وصلت للمغاربه زوينه غنبلغوها لخوتنا المغاربه، واي حاجه راه نحطوها لكم زوينه في هذه الفيديوهات هادو وفي هذا المحتوى هذه. علاش؟ حنا ناس زوينين بحالكم وانتم ناس زوينين، خصنا نبلغوا لكم شي حاجه زوينه، ما خصنا نحطوا لكم شي حاجه ديال التفاهه باش ما نتسماوش حنا نديو واحد الاثم عليكم ولا حنا نبقاو نتبلاو على خوتنا المغاربه. لا، حنا شي حاجه حقيقيه نحطوها لخوتنا المغاربه العزاز الغاليين، والسلام عليكم.